السلام عليكم الخوت. اليوم غادي نحكي لكم واحد القصه اللي بزاف ديال الناس كيعتبروها حقيقيه. قصه الشاب اللي دخل يبات في بيت مهجور باش يبرهن لصحابو انه ما كاين لا جن لا والو، ولكن اللي وقع ليه في ديك الليله كان كابوس وعمره غادي ينساه. خليكم معايا حتى الاخر وغادي تشوفوا بعينيكم كيفاش كيتحول الضحك والسخريه الى رعب حقيقي. في مدينه من المدن القديمه ديال المغرب كانت كاينه واحد الدار مهجوره كبيره وباين عليها باللي قديمه بزاف. الحي كامل كان كيعرفها والناس كدوز من قدامها بحذر. علاش؟ حيت ديما كانوا كيتحكاو عليها قصص غريبه، بحال واحد كيسمع صوت مرة كتعيط في الليل، واحد كيقول شاف نار شاعله في السطح وكتطفى بوحدها، واخرين كيحكيو انهم شافوا خيالات بيضاء وسوداء كتحرك وسط الدار. ولكن وسط هاد الحومه كان كاين واحد الشاب معروف بالعناد ديالو وما كيامنش نهائيا بهاد الامور. كلما جابوا صحابو شي قصه ديال الجن كيبدا يضحك عليهم يقول راه غير تخربيق، الجن ما كاينش وكل شيء غير خيال. واحد النهار واحد صاحبه تحداه وقال ليه الا كنتي بصح راجل وما كتخافش سير بات هاد الليله في الدار المهجوره، وغدا رجع قول لينا اش وقع. الناس كاملين شدهم الفضول والشاب قبل التحدي بلا تردد وقال لهم ما كاين لا جن لا والو، وغدا غادي نرجع نضحك عليكم اكثر. مع الصلاه ديال العشاء الشاب شد فانوس قديم وصاك صغير فيه ما ياكل ومشى للدار المهجوره. الجو كان بارد والزنقه خاويه. كلما قرب للدار كيزيد يحس بواحد الضغط في الصدر ديالو. وقف قدام الباب الكبيره اللي باين عليه مهجور من سنين. دخل، فتح الباب. الظلمه لداخل كانت مرعبه، الجدران متشقين، الغبره فين ما مشيتي ريحه العفن طالعه والعناكب عامره في كل ركن. ولكن رغم هادشي الشاب ضحك وقال فين هما هاد الجن اللي كتهضروا عليهم؟ راه ما كاين والو. شد بلاصه في الوسط، جلس وبدا كياكل باش يدوز الوقت. الساعات دازت وكلشي كان عادي حتى قرب منتصف الليل. فجأة بدا كيسمع خطوات فوق السطح، بشوية بشوية بحال شي حد كيتحرك. قال مع راسو يمكن قطة ولا شي طير، ولكن من بعد داخلي كيتسحل بالبطء. القلب ديالو بقى كيدق بقوة ولكن بغى يبان قوي وصابر. شد الفانوس وتقدم بشوية وفجأة شاف قدامه ظل طويل بحال الإنسان ولكن عينيه حمرين ديال بصح. الشاب تصلب في المكان ديالو بلا ما يقدر يتحرك. الهواء ولا بارد بزاف وحس بحال شي حد كيقرب ليه شوية بشوية. الصوت بدا كيطلع بحال انين مرة كتعيط والظل كيزيد يكبر حتى ولا قدامه بالضبط. الشاب ما قدرش يتحكم في راسو، طاح في الارض هو والفانوس ديالو. الفانوس طفى وكل شيء غرق في الظلام دامس. الشيق صحية الراس باش كتسالي. مع الفجر الجيران لقاو الشاب مغمي عليه قدام باب الدار. ما عرفوش كيفاش خرج من تما وما عرفوش شنو وقع بالضبط، غير فاق وهو كيتلاعب وكيقول اللي كيسمع داك الشيء ماشي غير بحال اللي كيشوف بعينيه. من داك النهار تبدل، ما بقاش كيضحك من قصص الجن، بالعكس ولا اول واحد كيقول بعض الابواب خاصها تبقى مسدوده وما خصناش نجربوا نفتحوها. هذه كانت القصه ديال الدار المهجوره اللي بزاف كيعتبروها واقعيه. واش ممكن تكون مجرد اسطوره ولا بصح الجن كيسكنوا في بحال هاد الاماكن؟ الراي الاخير كنخليه لكم، كتبوا لي في الكومنتيرات واش كتامنوا بالقصص بحال هذه، واش عندكم تجارب شخصيه مع الجن؟ تهلاو.